أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم هي الكاب كيك بالشوكولا والشوفان ودقيق القمح الكامل. وصفة اللي هي جديدة بزاف. إن شاء الله توجدوها لوليداتكم غادي يستفدوا منها. يعني بنينة بزاف. ما فيهاش بدون مواد حافظة، يعني صحية للوليدات ديالنا. نتمنى إن شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الآخر. فيها بزاف ديال الحويجات اللي هما زوينين. وما تنسونيش بالاعجاب الفيديو والاشتراك في القناه فضلا منكم وليس امرا. نتبعوا ان شاء الله الفيديو وما يكون غير الخير ان شاء الله، وغادي يعجبكم ان شاء الله يا ربي. غادي ندوزوا المقادير وطريقه التحضير، نتوكلوا على الله. بسم الله على بركه الله. عندنا اول حاجه غنديروها الشوفان يكون منقي ومغربل من هذيك الغبره ديالو ومنقي مزيان، وغادي ندوزو نطحنوه في واحد الطحانه. يعني ماشي نطحنوه 100%، يعني حتى يرجع غبره، ولكن غادي نص نص، غير يبقى نص نص. انا غادي نوريه لكم دابا. يعني ماشي مطحون بزاف وماشي غير مهرمش، يعني نص نص. كنتحصلوا على هذا الدقيق هدايا. غادي نحطه في واحد الزلافه وغنخليوه جانبا، وغادي ندوزو ان شاء الله الطريقه ديال الخليط. عندي واحد الاناء غادي ندير 2 بيضات كبار حراره الغرفه او حراره المطبخ، 2 حبات كبار. الا كانوا حبات صغار نديرو 3 كيس من السكر الفانيلا. يمكن لكم تنسموا بالقرفه، بالحامض، اي حاجه بغيتو. انا فضلت الفانيلا. غادي نضيف كذلك قرصه ديال الملح او نص راس ملعقه صغيره ديال الملحه باش كذا كتجينا لذيذ هاد الكاب كيك. كذلك كأس مع مرش سكر سنيدة. اللي بغى يبدلو بالعسل او لاكاسوناد يبدلهم، ماشي مشكل. انا عندي موجود غير هاد الشيء، درت سكر سنيدة. غادي نخفقهم بالخلاط اليدوي، ما كاين لاش نجيبو الخلاط الكهربائي حتى كنحصلوا على هذا الخليط الابيض، يعني ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت. كذلك عندي نص كاس وافي ديال الزيت، نص كاس وافي ديال الزيت غادي نضيفه كذلك، وغادي نخفق جيدا. غنضيف عاوتاني كذلك كاس، نص كاس عفوا، نص كاس وافي ديال الحليب حتى هو يكون بحرارة المطبخ. وانا كنخفق في هذا الخليط ديالي، وغادي ندوزو نشوفوا باقي المكونات. عندي هنايا واحد البنانه. الا عندكم بنان طايب ما غياكلوش الوليدات، غادي نمعسه بواحد الفرشيطه وغادي نضيفوه لهاد الكيكه. كيعطي لهاد الكاب كيك كيعطيه واحد اللذه، واحد البنه يا سلام مع الشوكولات، كيجي خطير خطير خطير. غادي نضيفو كذلك على هذا الخليط، وغادي نخلطو غير واحد شويه. وغادي نضيف هذاك دقيق الشوفان. عندي تقريبا 3 المعالق كبار ديال دقيق الشوفان. غادي نضيفهم كاملين. انا هنا تعمدت باش نعبرهم ليكم، يعني 3 المعالق كبار ديال الشوفان. غنضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر النوعيه الجيده. انا هنايا ضفت غير وحده، كيسحب لي غادي يكفيني غير وحده. فبقى خصني نزيد، وزدتها من بعد زدت معلقه اخرى. غادي نغربلوه مزيان لان كيكون فيه الحبيبات. ديك الحبيبات راه دفناه هكاك نيشان، راه ما غاديش يندمجوا لينا مع الخليط. كذلك عندي كيس ديال 7 غرام ديال الخميرة الكيميائية أو خميرة الحلويات، حتى هي غادي نغربلوها جيدا. هاد الكاب كيك كيجي لذيذ ما شاء الله. جربوها وردوا عليا في التعليقات، وما تنسوش الاعجاب بالفيديو فضلا وليس امرا. هنا عندي الدقيق القمح الكامل. هذا ماشي مشري من الحوانت ام سوبر مارشيات، هذا الزرع كنطحنو على يديا وكان نغربلو في داري، يعني الزرع مغسول
ومنقي كنعرف اش كندير، يعني اش كنوكل لوليداتي. غادي نضيف واحد الكميه ديال الدقيق ديال القمح الكامل، وكنخلط الكل جيدا حتى كنتحصل على الخليط اللي يكون متجانس والقوام ديالو بحال الكيكه، باش ملي خصنا نبغيو نعرفوا الخليط واش باقي خصو، يعني كنشكل واحد الشكل ديال 8. يعني صافي فاش كتشوف ما كتنزلش ما كندامش دغيا، يعني بارك عليه. هنا غادي نضيف كذلك واحد شويه ديال التمر مقطع، قطع ديال التمر مقطع، يعني التمر مقطع قطع صغيره، عفوا سمحوا لي. التمر يعني شي 3 الحبات 4 ديال الحبات مقطع قطع صغيره، غادي نضيفو كذلك لهذا الخليط. هنا كنتحصلوا على هذا الخليط ديالنا ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل. هنا عندي هاد المول ديال الكاب كيك، لبستو بهاد الكويرطات ديال الكاب كيك. نبدا نعمر في هاد الكويسات ديال الكاب كيك، يعني ماشي نعمرهم حتى الفوق، نعمر تقريبا فوق النص واحد شويه، فوق النص واحد شويه، باش ملي يطلعوا ما يفيضوش، ما يفيدش لينا الكاب كيك ديالنا. انا غادي نستمر على هاد الطريقه هذه حتى نعمر هاد المول ديالي، يعني غادي يعطيني هاد المول هذا فيه 6 فيه 12 عفوا فيه 12، ومول واحد اخر غنعمر فيه 6، يعني 18 حبه. تبارك الله كيعطي كميه وفيره، يعني شي حاجه ديال الدار كتكون مزيانه كنصايبوها في الدار ديالنا، احسن ما نبقاو دائما كنشريو من الزنقه دي مواد حافظه راه ما مزياناش للوليدات الصغار. من الاحسن نصايبوا لهم شي حاجه في الدار ويستافدوا منها، احسن ما هذيك المواد اللي كنشريو لهم من المحلات، يعني راه مضره بالصحه ديالهم. وغادي نزينهم بحبيبات الشوكولا كيف ما كتلاحظوا في هذا الفيديو، حبيبات ديال الشوكولا او لوز ايفيلي او كاوكاو اللي حب خاطركم نزينوا به. وغادي ندخلوها الفران اللي كيكون شعلناه مسبقا على 160 او 170 درجه الحراره. انا غادي نشرح لكم هنايا، عندي 160 ما وصلش ل 180، عندي شعله من الفوق ومن الاسفل، يعني شعلهم بجوج من الفوق ومن الاسفل. وغادي نخليوهم هانتوما كتشوفوا تبارك الله كيفاش كيطلعوا طالعين تبارك الله ما شاء الله. ها هما الكيك ديالنا وجدوا تبارك الله ما شاء الله، جا واحد اللون فيه مجغزل، واحد الريحه تبارك الله عاطيه في الدار، يا سلام. وليداتي حماقوا عليه، يعني تبارك الله ما كتقنعهمش وحده ولا جوج، كيقول لي ماما زيدني ماما زيدني، لان والله واحد المذاق ما تسالونيش حلوف، زعما واحد المذاق رائع. الشكل النهائي غادي نوريكم، غنحل معكم واحد الحبه وغادي تشوف الشكل النهائي كيفاش جا. يا سلام يا سلام، تقولوا عليه غير مشري من المحلات التجاريه. شو تبارك الله كيفاش كيجي غزال ما شاء الله، المد اللذة والشكل كل شيء مجموع في هذا الكاب كيك هذا. نتمنى ان شاء الله ما تنساوش من الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، تعليق زوين بحالكم، لهلا يخطيكم، والله يجازيكم بخير ويخليكم وليداتكم معز عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.